حلية جديدة صنعت بأنامل الحب والولاء من جميع أنحاء العالم، في أرض هي أطيب بقاع الأرض وأعظمها حرمة، تضم سبط الرسول وأهله، وهي من بطحاء الجنة. هوت لها القلوب من كل فج عميق، فصارت محتضنة لأقدس قرابين الله بشرافة العشق الأسمى. أتراك يا ذرات الذهب والفضة تعلمين إلى أي مقام رفيع سموت؟ بالأمس قد طلقك يعسوب الدين وأمير المؤمنين ثلاثة، واليوم ترتقين حيث الملائكة. عجبا، ترى ما الذي غير حالك؟ ألأنك صنعت بأنامل الوالهين فتفننوا وأبدعوا ليصيروك رائعة حاضنة للقربان الأعظم. نعم، لابد لك أن تكوني رائعة الجمال، فقدرك أن تحيطي بقربان الجمال، حيث يذوب جمالك وترتجف صفحاتك وتضطرب ذراتك، بل تذوبين خجلا وصغارا لحظة قربك من جمال العشق الخالد. وهل تعلمين ماذا حدث هنا؟ أيا بيضاء ويا صفراء ويا حمراء، إليك سؤالي، ماذا حدث هنا؟ هنا أرض الشهادة، هنا أرض القرابين، حيث استشهد الإمام الحسين عليه السلام سنة 61 للهجرة، وهنا دفنه الإمام زين العابدين عليه السلام بعد 3 أيام من استشهاده بمساعدة بني أسد. وقيل إن بني أسد وضعوا سقيفة من سعف النخيل على القبر الشريف لتكون علامة دالة عليه. تلا ذلك بناء قبة من الجص والآجر فوق القبر المقدس في زمن المختار بن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله تعالى عليه. ويذكر في حوادث سنة 914 للهجرة إن الشاه إسماعيل الصفوي وضع صندوقا من الذهب على القبر الشريف، وتوالت بعد ذلك العمارات المتعددة للمرقد المقدس. ورغم مراحل الأعمار للمرقد فإنه قد تعرض أيضا لعمليات تخريب وهدم من قبل أعداء الإسلام لمحو معالمه. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فبهذا الحب عينه ظل المؤمنون يبذلون الجهود من أجل إظهار المرقد المقدس بأجمل ما يكون من خلال عمليات تجديد البناء. وشملت هذه العمليات شباك القبر الشريف، وكان الشباك الخامس على التوالي هو الشباك الذي وضع عام 1939 للميلاد، وكان من الذهب والفضة، وبقي محتضنا للقبر مدة 70 عاما. 7 عقود شاهد فيها أحداثا عديدة، فقد لامس فيها أصف العلماء الأجلاء وأصف العاشقين والوالهين. 7 عقود شاهد فيها دموع المحبين والمظلومين الذين جاءوا إلى حضرته يستمدون الصبر على ظلاماتهم من صبره عليه السلام. ترى كم من نبي ووصي نبي زار الحسين عليه السلام طيلة هذه الفترة، وكم كان الشباك سعيدا بطواف الملائكة حوله وهم يزورون الحسين عليه السلام.
بل كم مرة وقفت الزهراء عليها السلام تارة تبكي الحسين وتفرح بمواساة محبيه تارة أخرى. لم ير هذا الشباك هذه المشاهد الروحانية في هذا المشهد المقدس فقط، بل كان شاهدا على مجريات أحداث الانتفاضة الشعبانية، فقد رأى الأبرياء من النساء والأطفال وهم خائفين مرعوبين، وكم هي الأيادي التي تعلقت به وسحبت منه عنوة لتستقر أرواحهم في مثواها الأخير. ورأى الدماء تسيل حوله من أناس أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم أحبوا الحسين عليه السلام. وها هو الآن بعد كل هذه الأحداث لا يريد أن يفارق المكان، حيث سيحل محله شباك جديد بحلة بهية، ويحاول أن يثبت للعاملين جدارته في حماية القبر الشريف. وكأن لسان حاله يقول: لقد تحملت الشظايا وقطع الزجاج المتناثر حولي بفعل الهجمات المعادية، ويحاول إثبات ذلك من خلال الكشف عن رصاصة أخيرة، وهو يقول: هذه شاهد إثبات على تحمل المآسي لحماية القبر الشريف. ولم يستجب العاملون إلى توسلاته، إلا أن عناية السماء كافأته لخدمته بوضعه في متحف الإمام الحسين عليه السلام، حتى لا ينتهي ذلك الحب بالفراق. وقد ساهم عشاق الإمام الحسين عليه السلام في أنحاء متفرقة من العالم بمبالغ مالية من أجل تجديد شباك ضريح الإمام الحسين عليه السلام. ونال شرف تصميم الشباك قلب نابض بالعشق الحسيني الفنان محمود فرشديان، الذي رسم بأنامل الحب نقوشا رائعة الجمال لترسم لوحات من العشق على شباك الضريح المقدس. يا حسين ايش نسوي؟ شلون نوفي وياك؟ يا من بالعرش قبل الخلق ذره. يا حسين ايش نسوي؟ شلون نوفي وياك؟ يا من بالعرش قبل الخلق ذره، من فضة وذهب كلش قليل عليك، فرض بقلوبنا شباكك نعمره، نبني لك ضريح من القلوب البيض، ونصوغ المناحر على القبر شذرة، ونسف الضلوع فراش للزوار، واجب هيك كون نسوي للحضرة. ونسف الضلوع فراش للزوار، واجب هيك كون نسوي للحضرة. شباك القديم اللي كبرنا وياه لو يحكي يقلك بيه كم ذكرى. على فضة الشفايف طردت بوسات، ويا معيون يمن فجرا بعبره، كم خايف اجاله وامن من الخوف، وكم مكسور خاطره يجبره، كم صدر الاجا متروس كله هموم، جله كل هم عليه لما يشم عطره، كم صدر الاجا متروس كله هموم، جله كل هم عليه لما يشم عطره. من يمك بدينا الوطن شيدناه، لأن قبرك ملاذ وبيت للفقرة، ولهذا السبب شباكك نعليه حتى يصير كعبة الطاهر الفطرة. كل من شارك بهالعمل يا مولاي سجله بدفترك، يم والدك ذكره، واجب نذكر اسمه الساعة بهالبنيان، وواجب من صميم قلوبنا نشكره النشامة الشيدة. وهذا العمل يا ناس غيرة تحولوا يم والد العترة
من اخت الرضا معصومة جا الشباك وتقدم هدية لفاطمة الزهرة، وتقدم هدية لفاطمة الزهرة. حينما وصل الشباك ذو الحلة البهية إلى أرض كربلاء المقدسة، استبشرت الأرض بهذا القادم، فسألته: من أنت؟ فأجابها: لا أدري من أكون، لكن أجزائي جمعتها قلوب الموالين، وخطتها أنامل العشاق، وطرزتها قبلات المخلصين، وروتها دموع المحبين. فأصبحت كما ترين الضريح الذي سيضم مرقد من بكته ملائكة السماء، سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام. وسأكون الضريح الذي سيتبرك برسول الله، وأكف مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام، وبركات ريحانة المصطفى فاطمة الزهراء عليها السلام. وسأركع بكل احترام وتقدير لمن سبقني وأقول له: هنيئا لك تلك العيون التي رأيتها تبكي الحسين عليه السلام لوعة. هنيئا لك مناجاة المناجين في آناء الليل وأطراف النهار قربة لله تعالى. أنا لو يكشف عن عين الغطاء يا حسين بك لم يزدد يقيني، مثلما آمنت بالله الأحد بك آمنت فصار الحب ديني. فبعد أن حفظ مثوى إمامنا ل7 عقود، جاء اليوم الذي حباني الله به وشرفني لأحل محله، وأشعر بلمسات المحبين وقبلات العاشقين ودعوات الداعين ومناجاة المخلصين التي شعر بها وعاشها وغبطه الآخرون عليه. ويكون لي الشرف أن أمسح الدموع. ليس هذا فحسب، بل جئت محملا بآلاف الرسائل التي تسلم وتدعو الله وتنادي: ضاقت بنا الأرض بما رحبت، اللهم عجل لنا فرج وليك الحجة بن الحسن ليقطع أكف ظالمينا ويملأ الأرض قسطا وعدلا. اللهم عجل فرج مولانا لنكحل ناظرين بنظرة منا إليه، لنكون الدرع الذي يرتديه والسيف الذي يثأر به في وجوه ظالمي جده أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ويأخذ بثارات الآل الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويستبدل العلم الأحمر كما استبدل ضريحه اليوم.